اهلا وسهلا بكل طلابي وحبايبي طلاب سينيور 1. في السيشن دي باذن ربنا هنحل مع بعض اكزام كامل متكامل على المنهج. عايز برضو كل حل اسئله باذن ربنا كده هنزل لكم اكتر من اكزام نحله سوا، عشان حل الاسئله بيفرم كده المنهج وبيثبت معانا المعلومات. ومش بس كده، هبقى واحنا بنحل مع بعض الاسئله هحاول ارجع لك الاجزاء المهمه وافكرك كده بالمعلومه المهمه اللي تخليك تحل السؤال ده عشان تبقى عارف تحلها وكمان مثبتها. يلا بينا كده مع بعض. اول سؤال بيقول لي هنا مستر how does temperature affect marine organisms. يلا بينا. ازاي بقى يا شباب درجه الحراره بتاثر على الكائنات البحريه؟ only change their color ولا affect their activity and vital process ولا it does not affect them ولا it only makes them grow faster. تاني يبقى هنا مستر تأثير درجة الحرارة على الكائنات البحرية بتأثر على الكلر على اللون ولا بتأثر على الاكتيفيتي والفيتال بروسيس؟ طب خد اهو. طب هي درجة الحرارة بتأثر على ايه؟ ما احنا عارفين بتأثر على الاكتيفيتي على النشاط وبتأثر كمان على الفيتال بروسيس. الكلام ده واخدينه من انواع الادابتيشن دي. بتأثر على كمان الديستوربنس، بتأثر على التنوع وكمان التوزيع بتاع الكائنات الحية. طبعا المنطقة الدافية غير المنطقة الباردة وهكذا. نيجي هنا تاني حاجة why do oceans remain warm after sunset. ليه يا مستر المحيط او البحر او اي ما يكن بيفضل دافي بعد الغروب كمان؟ يعني ده الشمس لما بتمشي ليه البحر بيفضل دافي؟ قال لي because the earth warms them، الارض بتدفيها، ولا due to chemical reaction تفاعلات كيميائيه، ولا الووتر ريتين بيحافظ على الحراره longer period لوقت كبير، ولا because the sun continues to shine. اهو يبقى ده معناه ايه يا مستر؟ ان الووتر بتفضل محتفظه بالحراره لوقت طويل ما بتفقدهاش بسهوله. يبقى يا مستر دي كده الاجابه بتاعتنا letter C number 3. ركز معايا بقى في السؤال ده. The following diagram، الشكل اللي قصادك ده بيبين البنتريشن، يعني نفاذ وتعدية الالترا فايولت الاشعه فوق بنفسجيه من الطبقه دي. طبعا من غير ما نكمل، ما دام الترا فايولت يبقى احنا هنا لازم نتكلم عن طبقه الايه؟ الاوزون O3. يبقى هنا يا مستر تعالى نقرا السؤال. بيقول لي عايز ايه بقى؟ قال لي وات داز لاير ايه؟ فين لاير ايه في الرساله؟ اهو دي اللي هو الخط ده كده لاير ايه. لاير ايه دي عباره عن ايه؟ اولا الثلاث او الاربع اختيارات في منهم 3 اوزون وواحده استراتو. هو مستحيل تبقى استراتو، احنا هنا مش بنتكلم على الاستراتو فاحنا استبعدنا سي، فالاجابه بتاعتنا اي بي دي. وبعدين تاني سؤال بيقول لي ايه؟ مين فيهم اللونجست ويفلنس؟ طب يا مستر عشان افتكر مع بعض اطول طول موجي، هي الاوزون كانت بتمنع مين ان هو يعدي؟ كانت بتمنع اللونج ولا الشورت؟ بتمنع الشورت. جدع. تاني يبقى الاوزون يا مستر كانت دونت بنتريت، بتمنع ان مين يعدي؟ الشورت ويف لينس، يعني الطول الموجي بتاعه قصير ما بيعديش. طب اهو ما انت شايف ال1 ما عداش، يبقى ال1 ده الشورت، ال2 عدى منه جزء صغير، يبقى ده كمان ده الاوزون على فكره. دي مش ده الاوزون اهي، دي المنطقه بتاعت الاوزون. المهم ان ال2 دي عدى منها جزء صغير خالص، فدي تعتبر ايه؟ يعني ميديم كده متوسطه. طب دي كده ما عدت اهي، اغلبها عدى، يبقى دي ايه؟ دي لونج ويف لينس. يبقى مين اعلى حاجه؟ هتبقى 3. يبقى الاجابه بتاعتي اوزون و3، فهتبقى الاجابه بتاعتنا هي دي. نيجي هنا بيقول لي انا عايز دياجرام شو بيبين العلاقه ريليشن بين البي او اتش والاتش. طب ركز معايا، مش احنا عارفين لو البي اتش والاو اتش بيقيس تركيز الهيدروجين وتركيز الهيدروكسيد؟ ما انت عارف لو البي اتش علت يبقى تركيز الهيدروجين قل، وبناء عليه الاو اتش هيزيد. تعال نثبت كده مع بعض. الاتش عكس الاو اتش،
لو البي اتش زادت يبقى كميه الهيدروجين قلت، فكميه الهيدروكسيد هتبقى زادت. المهم البي اتش عكس الاو اتش، البي اتش عكس الاو اتش، فالاثنين يا مستر انفيرسلي بروبوشنال عكس بعض، فنختار ايه؟ لما واحد فيهم يزيد الثاني بيقل. مين هنا في الجرافس دول انفيرسلي بروبوشنال؟ هو اولا ده وده لا، يعني ايه وبي مستحيل. ان ده معناه انفيرسلي بروبوشنال ولا دايركت بروبوشنال، ده معناه ان الاثنين بيزيدوا سوا او يقلوا سوا، لكن الاختيار بتاعي هيبقى ده، ان هم انفيرسلي عكس بعض. ما احنا اتفقنا وقلنا الاتش عكس الاو اتش. تمام؟ تعالى هنا. What colors are considered warm؟ مين في دول الالوان الدافيه؟ الكلام ده المفروض محفوظ، انت عارف كده ان انواع الالوان والبدايه بتاعتنا ايه؟ ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايولوت. مين كده يا مستر الورم اللي في الاول خالص اللي هم مين ومين؟ الريد والاورنج، فهتبقى الاجابه بتاعتي هي بي. نيجي هنا السؤال نمبر 6، بيقول لي how can human conserve natural resource؟ معلش السؤال اجابته او الاختيار بتاعته تحت. عايز اعرف هنا ازاي الانسان يحافظ على المصادر الطبيعيه. قال لي اول حاجه wasting them يعني بالفضلات، ولا using resource sustainability يستخدم المصادر بطريقه مستدامه، ولا neglected او neglecting them يعني يهملها، ولا using resource illegally. قلنا كده illegally دي يعني برضو زي باهمال. لا 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 مستر، انا هستخدمها ب sustainability، عايزها تبقى بطريقه مستدامه لاقيها في المستقبل، يبقى انا حافظ عليها لما استخدم طبيعي من غير ما افكر sustainability. نمبر 7، what is the importance؟ ايه فايده الانفيرومنتال awareness and education؟ قلنا ال awareness and education يعني زياده التوعيه والتعليم. ايه فايدتهم يا مستر؟ اول حاجه reduce environmental awareness يعني بيقلل التوعيه بتاعت البيئه، ولا enhance بيحسن ال understanding فهم الامباكت of action on the environment يعني بيحسن الفهم والتوعيه بتاعه الاكشن اللي بيحصل على البيئه، ولا ignore environmental information، ولا increase pollution؟ طبعا بيحسن التفاهم وفهم التفاعل مع البيئه، تبقى الاجابه بتاعتنا letter B. Number 8، why does the thickness of the troposphere increase at equator؟ ليه يا مستر السمك بتاع التروبوسفير بيزيد عند الاكواتور؟ طب افتكر معايا، هو عند الاكواتور كان بكام؟ ب 18 كيلومتر، وعند البول كان ب 8. ليه يا مستر عند الاكواتور بيعلى السمك بتاعها؟ طب هم تعالى نفكر مع بعض. ما انت عارف كده عند الاكواتور عشان الاشعه بتاعت الصن كانت بتنزل ايه؟ فيرتيكالي يعني رأسيه. لما تنزل بشكل رأسي يبقى كده ايه اللي بيحصل هنا للتمبريتشر؟ التمبريتشر يا مستر يحصل ايه؟ انكريز. بسبب ان الحراره بتزيد ايه اللي بيحصل للووتر؟ بيحصل ايه؟ بيطلع لفوق، يبقى موف ابورد بسبب برافو الهوت كارنت. فتعالى كده نشوف مع بعض الاجابه ايه. due to earth rotation بسبب دوران الارض، ولا الهوت اير كارنت ولا سترونج ويند، ولا اتموسفيريك بريشر ديفرنس؟ برافو بسبب هنا الهوت اير كارنت بسبب حركه او تيارات الهواء السخنه الساخنه. بيقول لي هنا how does air temperature decrease in that troposphere؟ ازاي درجه الحراره بتقل في التروبوسفير؟ يلا بينا كده مع بعض. قال لي اول تشوز بيقول لي ايه؟ قال لي هنا decrease by 1 degree، بتقل بنسبه 1 كل 100 متر، ولا بتقل ب 1 degree for every 176 meters، ولا remain constant ولا تفضل ثابته، ولا increase بتزيد وانا طالع؟ اولا هي بتزيد وانا طالع دي لا، وبتفضل ثابته لا. هي الاجابه بتاعتي بي. انت عارف كل 1 degree بيقل، كل 176 كل 176 متر، كل ما اطلع 176 متر الاقي التمبريتشر ديكريز بتقل مقدار 1. اللي بعده
بيقول هنا which of the following pollutant، مين هنا من انواع الملوثات is associated with an increasing rate of certain types of cancer. مين هنا يا شباب من انواع الملوثات دي بعد الشر علينا كلنا بتسبب مرض الكانسر؟ البنزين، اوزون، كربون دايوكسيد، اكسجين. اولا الاكسجين طبعا لا، كربون دايوكسيد بيعمل الجلوبال وورمنج لا، فهو الاجابه بتاعتنا هي البنزين. وبنقول عليها، عايزك كده تفتكر معايا، الاوزون دي يا مستر دي السبب الرئيسي في تكوين الكانسر، يبقى وبنقول عليها بنسميها الكارسينوجينيك. بنسميها ايه؟ كارسينوجينيك. ركز معايا بقى اهو في اللي جاي. بقول هنا سبستانس الماده اكس ديزولف ان بيور ووتر، دوبناها في الميه، حصل ايه يا مستر؟ ديكريز بي اتش. شباب البي اتش قلت، يبقى ده اسيد ولا بيز؟ برافو عليك، اسيد. which of the following represent substance X؟ مين في دول الماده اكس؟ طب عايزين نعرف مع بعض ونثبت اهو، هي هتبقى اسيد. فانا هنا مستر عشان تبقى اسيد قال لي افكرك كده، الحاجه اللي بتخلي الميه اسيد قال لي حاجه من اتنين، يا اما بيدوب فيها نون ميتال اوكسايد، او بيدوب فيها اسيد، سترونج اسيد. هنا من الاختيارات بتاعتي يعتبر مفيش سترونج اسيد، هنا هدور هو نون ميتال اوكسايد ولا مش نون ميتال اوكسايد. تعال نمسكهم واحده واحده. النيتروجين دايوكسيد ده نون ميتال اوكسايد ولا لا؟ ده نون ميتال اوكسايد، فده بيعمل ايه؟ بيخليها اسيدك، فده كده بيقلل البي اتش. السلفر ترايوكسيد برضو كمان يا مستر بيخليها اسيدك، فده برضو اهو بيقلل البي اتش. ال NH3 الامونيا لا، فالاجابه بتاعتي هتبقى النيتروجين دايوكسيد والسلفر اوكسيد، لكن الامونيا لا، فهختار هنا الاجابه بتاعتنا هتبقى اللتر دي. نيجي السؤال اللي بعده 12. Why does the Earth's temperature vary from one region to another؟ يعني ايه كلمه vary؟ قال لي يعني شبه كلمه تشينج، تغيير. تاني، يبقى ليه درجة الحرارة بتتغير من منطقة للتانية على كوكب الأرض؟ ما احنا عرفنا عشان كوكب الأرض أهو، وادي دي الصن، إن الأشعة مستر في مناطق بتنزل عليها فيرتيكالي وفي مناطق بتنزل عليها إيه؟ انكلايند أهو، يعني في مناطق بتنزل عليها الأشعة رأسية وفي مناطق بتنزل عليها مايلة. طب يبقى يلا بينا، التمبريتشر أو because the earth heat up بتسخن the same rate نفس المعدل في كل مكان، ولا بسبب الويند اونلي الرياح، ولا بسبب الانجل الزاويه بتاعت السانلايت ان سام اريا، ولا الاتموسفير دازنت افكت، ولا الاتموسفير غلاف الجو مش بيأثر على التمبريتشر؟ لا يا مستر، ده بسبب ان في اختلاف في الانجل اهو. الانجل الزوايا زي ما انا لسه شارح لك، في منها بينزل فيرتيكالي وفي منها انكلايند. يلا بينا سؤال نمبر 13. Why does Earth not lose its atmosphere؟ ليه يا شباب كوكب الأرض ما بيفقدش الغلاف الجوي؟ ليه الغلاف الجوي بيفضل موجود حوالين الأرض ما بيهربش منها، ما بيبعدش عنها؟ ليه الغازات تفضل حوالين الأرض؟ طب تعال نركز مع بعض. قال لي هو بص أول حاجة إيه؟ because escape، عشان الاسكيب فيلوسيتي سرعة الهروب بتاعة الجاز بتبقى أقل من البلانيت اسكيب فيلوسيتي. على فكرة دي فعلا كنا عارفين كده يا مستر، عشان الغازات دي أو الأتموسفير يهرب من كوكب الأرض لازم السرعة بتاعته تكون ايكوال أو مور ذان السبيد بتاعة الجاز بتاعت اهو البلانت سكيب. فهنا يا مستر لما تكون less than أقل منها، عشان كده هو ما بيهربش. فالإجابة بتاعتي هي letter A. Number 14. What are the main causes of climate change؟ مين في دول يا شباب المين السبب الرئيسي لتغيرات المناخ؟ بسم الله ما شاء الله. هو يا شباب السبب الرئيسي هو
مش مستر بنوب، لا احنا كبشر. فتعالى كده نسبب كده مع بعض اهو. الهيومن اند اندستريال اكتيفيتي، ولا فولكانيك اكتيفيتي، ولا بليت تكتونيك موفمنت، ولا ناتشورال تشينج ان ذا صن. اهو ما احنا لسه قايلين السبب الرئيسي لتغيرات المناخ هو انا يا مستر حضرتي، فهو الهيومن اند اندستريال اكتيفيتي، تاثرات الانسان والصناعه. نيجي هنا في 15. اذا soil، لو السويل is a mixture، لو التربه فيها مخلوط من الساند والكلي والسلت. how does affect soil permeability؟ ايه هنا تاثير permeability؟ يعني نفاذيه الميه. افتكر معايا انا عندي الثلاث انواع دول من التربه، الكلي والساند وكمان السلت. مستر لما يبقى في ميكتشر، في خليط ما بينهم التلاته مع بعض، ايه اللي يحصل؟ نفاذيه. افتكر معايا ده كده بيزود الكونسيكونس. تاني يبقى يا مستر هنا اهو بتزود التناسق، بيبقى الموضوع كونسيكونس، يعني التناسق يا مستر بيبقى بيزيد. فكل ما كان التناسق بيزيد كان ايه اللي بيحصل للبريمابيلتي؟ انكريز، بتزيد. فهنا هختار، تعال نقراهم مع بعض. increase permeability ولا reduces permeability ولا doesn't affect، ما بتأثرش على permeability، ولا increase porosity. هي ملهاش علاقة بالبور دلوقتي، هي increase permeability، يبقى هيحصل زيادة للنفاذية. اللي بعده هنا how does the size of soil particles affect water movement between them؟ ازاي يا شباب حجم التربة او جزيئات التربه بيأثر على حركه الميه؟ makes water movement more difficult، ولا facilitate water movement، ولا completely block water movement، ولا has no effect؟ لا طبعا حجم الجزيئات بيأثر طبعا على حركه الميه، وبيكون يا مستر بيخليها more difficult، بيصعب حركه الميه. فتبقى الاجابه بتاعتي letter A. نيجي هنا ل 17 اهو السؤال اجابته اختياراته تحت فنقراها مع بعض. What is the main cause of soil salinity increase؟ ليه يا مستر السبب الرئيسي في زياده ملوحه التربه؟ ملوحه يعني انكريز، قلنا نسبه الملح. طب تعال نفتكر مع بعض، هي مستر ايه الحاجات اللي بتزود الملوحه؟ كنا واخدين حاجات كتير. طب تعالى كده نشوف معانا في اللي تشوز. قال لي repeated irrigation، الري الزيادة أو التكرار الري، ولا يوز اوف بيستيسايد، استخدام المبيدات الحشرية؟ لا يا مستر استخدام المبيدات الحشرية مالهاش علاقة بالسالينيتي بالملوحة. ولا يوز اوف اورجانيك فيرتلايزر، ولا استخدام الأسمدة العضوية، ولا ريديوسينج نقص كمية المية ان irrigation؟ لا احنا يا مستر التكرار بتاع الري ده كان بيبقى مليانه ميه باملاح، وقلنا الووتر يحصل لها ايه بعد كده؟ ايفابوريشن، تتبخر ويتبقى السولت الملح. فايه اللي يحصل كده في السويل؟ يزيد كميه السولت فيها فيحصل انكريز سالينيتي. يبقى هنا مستر ريبيتد irrigation. نمبر 18 which of the following is a method to reduce acid rain؟ مين في دول يا مستر reduce تقلل، عايز اقلل تكوين الاسيديك رين، الامطار الحمضيه؟ مين في دول يا مستر اللي قلل الامطار الحمضيه؟ انكريز، نزود الفاكتوري ايميجن، انبعاثات المصانع، ولا نستخدم الرينيوبل انرجي سورس، ولا استخدام مصادر الطاقه المتجدده، ولا بلانتنج موديفايد كروبس، ولا ريديوسينج جرين سبيس؟ طبعا يا مستر عشان اقلل امطار الحمضيه يعني اقلل كميه التلوث وكميه الاميجنز الانبعاثات. يبقى بدل ما استخدم فوسيل فيول نستخدم وقود حفري، نستخدم مصادر طاقه متجدده زي الصن والويند. لما هنستخدم السولار انرجي ساعتها كده انا هقلل التلوث اللي هيطلع، فهقلل يا مستر الاسيديك رين. فنختار اهو using renewable energy source، استخدام المصادر المتجدده. Number 19 how can the effect of acid rain on soil be measured؟ ازاي يا مستر نقدر نقيس تأثير الاسيديك رين على التربة؟ ب measuring humidity level، ان احنا نقيس
مستوى الرطوبه، ولا analyze نحلل السويلز كيميكال كومبوزيشن المركبات الكيميائيه اللي في التربه؟ ما هو الاسيديك رين ده عباره عن امطار حمضيه، يبقى فيها ايه؟ ده كيميكال. ولا measuring tree height، ولا قيس ارتفاع الشجر، ولا calculate rain فول اماونت، ولا كميه الامطار؟ لا ماليش دعوه بكميه الامطار، عشان اعرف كميه الاسيديك رين يبقى انا هشوف الكيميكال كومبوزيشن بتاعه التربه، يبقى احلل التربه واعرف منها الاسيديك رين. اللي بعده 20 which of the following component help transport nutrient to plant؟ مين في دول يا مستر او ترانسبورت بيساعد في نقل النيوتريانت للنبات؟ مين يا مستر بيساعدنا ننقل العناصر الغذائيه للنبات؟ الجاز، مينرال، ووتر، اورجانيك ماتيريال. اللي افتكر معايا حركه الميه يا مصر هي اللي بتنقل النيوتريات عناصر غذائيه، فهنا نختار الووتر طبعا من غير تفكير. 21 which of the following can lead to losses of biodiversity؟ مين في دول بيحصل ايه؟ losses يعني نقص في البايودايفرستي، يعني التنوع. مين في دول يا مصر بيقلل التنوع؟ destruction of natural habitat يعني تدمير الموطن الطبيعي، ولا increase، ولا نزود البريداتوري فريش نمبر، ولا زود عدد الاسماك المفترسه، ولا منتين احافظ على الفود تشين بالانس السلسله الغذائيه تبقى متوازنه، ولا ريديوسنج اقلل الكيميكال بوليوشن؟ مين هنا مصر يقلل التنوع؟ طبعا اللي هيقلل التنوع ان انا ادمر البيئه بتاعتهم، يبقى يحصل ديستراكشن اوف ناتشرال هابيتات. ما من ضمن الاسباب يا مصر اللي بتقلل التنوع بتعمل اكستنكشن انقراض، ان احنا ندمر الموطن الطبيعي بتاع الكائنات الحيه، ديستراكشن اوف ناتشرال هابيتات. نمبر 22 where do salmon breed؟ يعني اين اسماك السلمون بريد يعني ريبروديوس يعني تكاثر. فين السلمون بيتكاثر؟ في السي، ولا في سولت ووتر، ولا في فريش ووتر، ولا جلاسير رايفر؟ قال لي في الفريش ووتر. افتكر مع بعض اهو الادابتيشن. وات هابن، ايه اللي هيحصل للسلمون افتر spending most of their life in the sea؟ بيحصل لها ايه السلمون؟ قال لي ازاي ضغاي بتموت، يعني دلوقتي بعد ما عاشت في السي في البحر، ولا مايجريت تو ذا اوشن، ولا بتهاجر للاوشن يعني هي في البحر هتروح للاوشن؟ لا اكيد. ولا ريتيرن تو رايف تو بريد، ولا زي ستي ان ذا سي؟ لا هو بص اصلا احنا عارفين انها بعد ما تيجي توصل لحجم معين وعايزه اللي هو الاوزموتيك ادابتيشن عشان تحصل لها ريبروديوس تتكاثر، تتنقل من السي السولت ووتر تروح للفريش ووتر. فهنختار هنا انها تتنقل للفريش ووتر تو بريد، يبقى هي ترجع تاني للريفر عشان تتكاثر. نمبر 24 بقول لي هنا ايه؟ when do young salmon undergo osmotic adaptation؟ بيقول لك امتى السلمون الصغير بيوصل للاسموتيك ادابتيشن؟ when they reach sexual maturity، ولا at birth، ولا when they reach a certain size، ولا before hatching؟ تاني، امتى يا مستر السمك بتاع السلمون بيوصل للاسموتيك ادابتيشن؟ اول ما يوصل ل يعتبر كده sexual maturity يعني اللي هو سن البلوغ، ولا at birth لما يتولد، ولا لما يوصل لحجم معين لما حجمه يتظبط عشان يقدر يظبط نفسه مع الاسموتيك ادابتيشن؟ فعلا سي، يبقى when they reach a certain size. 25 اخر سؤال في الاكزام نمبر 1 what is the process؟ ايه هي العمليه اللي بتسمح للسلمون تو ترانزيشن يتنقل للسولت ووتر؟ لما يحصل له يعني امتى مصر هو بيكبر في الفريش ووتر؟ احنا عارفين ان السلمون بيتكاثر في الفريش، فالسمك الصغير بيتولد في الفريش ووتر يفضل عايش في الفريش ووتر بعد كده يروح للسي او بيروح يعني السولت ووتر. امتى يقدر يروح للسي بقى؟
لما يوصل للاوزموتيك ادابتيشن ولا الثيرمال ادابتيشن ولا ناشونال ادابتيشن ولا سيزونال مايجريشن؟ هي الحاجه الوحيده اللي اخدناها اصلا هي الاوزموتيك ادابتيشن. يقدر جسم يا مستر يقاوم التغير اللي هيحصل في كميه الاملاح ويبقى عنده الاوزموتيك ادابتيشن. وبكده يا شباب نبقى خلصنا كده شويه اسئله كده في اكزام 1 على المنهج كله، وان شاء الله نتقابل مع بعض في اكزام جديد واسئله جديده، واشوفكم على خير وسيشن جديده. سلام.